السلام فريدات. الفيلم ديال اليوم كيهضر على واحد البنيه زوينه، ولكن للاسف عندها مرض جلدي وراثي، وبسبب هذا المرض ما كتقدرش تخرج للشمس، حيت لا خرجت تقدر تموت. وغتحب واحد الشاب وغيكون صعيب باش توصل ليه، ولكن ملي غتكبر غتوقع مفاجاه زوينه. قبل ما نبداو، خوكم رجاء الملل اخوتي والعكز، شجعوني الا كان كيعجبكم هادشي اللي كندير. ديروا القلوبه والتعليقات باش يطلع الفيديو للناس اخرين، ولا درتي بارطاج غتفرحني بزاف. ما تنساش دير متابعه ولا ابوني اللي فوق الفيديو. يلا بينا. الفيلم ديالنا غيبدا مع كاتلين، شابه جميله جالسه جنب البحر وهي كتعاود على حياتها، وقالت باللي ديما كتحلم نفس الحلم كتشوف فيه ملي كانت صغيره مع الام ديالها وهي معنقاها وكتغني لها، وملي كتفيق ما كتلقاهاش حداها. وقالت باللي ما كرهاتش ديك الحلمه تبقى عايشها العمر كامل ما تساليش، وما كرهاتش تشوف داك الحلم في الحقيقه، وكانت عارفه باللي هذا الحلم مستحيل يتحقق حيت ماماها ماتت وهي صغيره. وقالت باللي ما تقدرش تخرج للشمس حيت عندها مرض وراثي نادر واللي هو حساسيه الجلد من الضوء ديال الشمس. لا خرجت وشافت الشمس الجلد ديالها يقدر يقيسوا السرطان ويقدر دماغها يوقف وتموت. على هذا الشيء كتبقى ديما في الدار ما كتخرجش، كتبقى تطل غير من الشرجم المانع للاشعه اللي صايبوا لها الوالد ديالها جاك، واللي عزيز عليها بزاف حيت هو اللي كتدوز معاه كاع الاوقات في الدار ونهار ماتت الام ديالها. وحتى بنات دربهم اللي في التقاده ديالها كيشوفوها غير من الشرجم، ما عمرها هبطت تلعب معاهم. كانوا مسمين عليها مصاصه الدماء حيت كيشوفوها خارجه غير بالليل وكيخافوا منها. لكن واحد بنت جيرانهم فيها الفضول سميتها مورغان، شافتها كتبقى نهار كامل واقفه في الشرجم، وجات سولات باباها وعاود لها البلان وقال لها باللي ضوء الشمس هو السبب حيت يقدر يأذيها، داكشي علاش ما كتخرجش. وفهمت مورغان البلان وقررت تصاحب معاه، وقالت ليه حتى انا ما كيعجبنيش نلعب بالنهار، نقدر نلعب انا وياه بالليل. وملي سمع بابات كاتلين ديك الهضره فرح بزاف. وقالت كاتلين في واحد النهار وهي واقفه في الشرجم شافت واحد الولد قده زوين سميتو تشارلي، وتعلقات بيه بلا ما يرد لها البال، وكانت ديما كتشوفو ديز وهو ما عندوش فكره على كاع هي واش كاينه اصلا. ومشات ليام وجات ليام وكبرت كاتلين، ومع ديما كتشوف تشارلي ديز ولات كتسناه باش تشوف، ولا عندها ما بين الروتين اليومي ديالها. ومع داك الدواء اللي مخرج لها الطبيب ولات عاطيها النعاس بالنهار والسهره بالليل، ولات بحال شي خفاش. وغنعرفوا باللي كاتلين كانت كتقرا في الجامعه ولكن عن بعد بسبب داك المرض اللي عندها، وكتقرا في نفس الجامعه اللي كيقرا فيها خونا تشارلي، هو ما عمرو شافه. وغيجي نهار النتائج ديال التخرج ونجحوا بجوج، وبابا جاب لها كادو، وملي فتحاتو لقاتو الكيطار ديال ماما، وهي تقول لي هذا ديال ماما الله يرحمها. قال لها لما عجبكش نجيب لك واحد جديد. قالت لي بلاش هذا راه عزيز عليا. فرحت بزاف وعنقته ومشات لبيتها تنعس، حطت راسها على المخده، سمعت الحيحه نايضه في الزنقه، الناس خارجه تحتفل بالتخرج ديالها وديال صحابها. واستغلت الفرصه وقالت للوالد ديالها العار الوالد خليني نخرج، ندي معايا الكيطار ديال ماما للمحطه ديال التران نعزف بيه شويه. قال لها مشى الوقت العشره هادي، قولي لمورغان تجي عندك للدار ولعبي انتي وياها. وهي تقول لي مورغان ما مسالياش بالحق، راه فريد كاين تما غير رد ليا البال خليني نمشي. هاد فريد هو السيكيوريتي ديال ديك المحطه وهو صاحب بابا وكيعرفو مزيان. المهم ختنا كاتلين جلطيطه بقات عليه حتى خلاها تخرج. وفي ديك الليله خونا تشارلي حتى هو كان خارج محتفل مع صحابه، ولكن ما كانش عاجبو الحال وقرر يخليهم ويرجع في حاله. المهم ختنا كاتلين مشات للمحطه، سلمت على فريد وجلست تما وبدات كتعزف وتغني، وصوتها كان مجهد عمي. ومع خونا تشارلي راجع في حاله ديز من حدا المحطه سمع داك الصوت من بعيد وبدا كيقرب حتى شافها كتغني، جا وقف عليها، وملي هزت راسها شافته وهي تسورت مسكينه. قال لها السلام. ختنا تخلطت عليها ما عرفتش باش تبلات، وهي تبغي تهرب ويوقفها وقال لها انا ما قاصدش نخلعك بنت عمي، غا جلسي. وهي تقول ليه انا ما خايفاش منك غير بغيت نمشي لدارنا. قال لها تسنى غير شويه مازال باغي نتمتعوا بداك الصوت عندك. الساعه ختنا قالت ليه راه المشا ديالي ماتت خاصني نمشي ندير ليها الجنازه وندفنها. خلاته علقات في حالها حيت الماتش كبير عليها، وهو عيا ما يوقف فيها ولكن تسلات منه. وهي غاديه قال لها قولي لنا غير سميتك بعدا. والو ختنا هربات. المهم يخ منه عيني فيه حتى هو ما على بالوش باللي السيده كتموت عليه من صغرها. رجع للكرسي فين كانت جالسه ولقاها ناسيه واحد الكتاب ديالها وخداه. نمشيو عند بابا اللي مشى عند الطبيبه اللي متبع معاه على حساب المرض ديال كاتلين، وقالت ليه رد البال راه بنتك كبرات وغتبغي تولي تخرج بحال صحاباتها. قالت ليه لا قدر الله وشافت شويه الاشعه ديال الشمس راه تقدر تموت. قاطعه وقال لها ما تخافيش خلاها ومشى في حاله. ومشات كاتلين للدار وعاودت لصاحبتها مورغان اللي وقع عليها مع تشارلي، وهي تقول لها واش انت حمقى اش من جنازه واش من مشا كتهضري عليها. وهي تقول لها كاتلين شنو بغيتي ندير راه وقف عليا ودوخني ما عرفتش باش بليت. قالت لها مورغان كان عليك تقولي اي حاجه المهم ما تهربيش. وهي تقول لها كاتلين شنو بغيتيني نقول ليه انا هي كاتلين اللي كانت حاضيك 10 سنين ما تشرب من بيتها وكانت كتموت عليكم تبعك ولا شنو. وهما مناقرين تفكرت الكتاب ديالها وناضت تقلب عليه لكن ما لقاتوش، وهي تفكر باللي نساتو في الكرسي ملي دعق خونا تشارلي.
ومع الصباح قالت لمورغان نوضي عاف اختي جيبيه ليا. وملي مشات مورغان لقات خونا مسمر تما وشاد في يدو الكتاب، كان كيتسنى في كاتلين ترجع تقلب عليه وهي تقول لي السلام هاد الكتاب ديال صاحبتي وراه كتقلب عليه راه عاف اخويا. هو يقول لها واش كتعرفيها بعدا؟ ملي تبع فيها مزيان عرفها. قال لها واش انت هي مورغان اللي كنتي كتقراي معايا؟ لا. قال لها انا هو تشارلي. وهي تقول لي راني كنعرفك غتلق داك الكتاب. هو يقول لها وقولي لي بعدا واش كتعرفي مولاتو بصح؟ واش يلاه سكنت هنا مؤخرا ولا شنو؟ ما عمرني شفتها. اي معلمك الله علاش يا وليدي. المهم قال لها اعطيني العنوان فين ساكنه انا نوصلوا لها بيدي. وهي تقول لي عندي فكره حسن. المهم صيفطت ميساج لكاتلين وقالت لها راه دفترك عند خونا فريد. شاورت كاتلين مع بابا وخرجت. وملي وصلت المحطه ما لقات لا فريد لا فريد، لقات خونا تشارلي مسمر حدا البوست ديال فريد كيتسناه. ختنا مورغان طلعت سليعفانه وبغات تلاقيهم ثاني. المهم كاتلين ملي وصلت وشافته رجعت تخبات وعيطت لمورغان وعرقت لها مزيان وقالت لها واش انت حمقى راني خارجه ما مقاده حتى حالتي وراسي مشنتف. قالت لها مورغان ما عندي ما ندير لك بنت عمي، هو راه باين طايح فيك، غير تصرفي بطبيعتك وقلتي غيكون تمام. المهم تشجعت وخرجت عنده. غير شافها قال لها انت هنا وانا ما جايب خبار، راه من البارح ما نعس ما شفتو بحال كنت كنحلم. وهي تقول لي شكرا ارى لي الكتاب. هو يقول لها تسناي مازال ما عرفت سميتك بعدا. وهي تزفط عليه وقالت لي سميتي كيتي. تمت غاديه في حالها وقال لها ياك ما ماتت لك شي موش اخرى عاوتاني مالك زربانه. بدات كتضحك وقالت لي خاصني نرجع للدار راني تعطلت. وقال لها واش ممكن نتمشى معاك؟ وهي تقول لي مرحبا. وهما غاديين سول على فين كتقرا. قالت لي من صغري وانا كنقرا غير من الدار، ما عمرني مشيت للجامعه حيت بابا كيخاف عليا. جاتو عجب. المهم قال لها واش ممكن نشوفك مره اخرى عاوتاني نديروا شي دوره؟ وقال لها رانا مرتي كاتبه في الكتاب ديالك لا ساليتي صوني ليا. وفي الصباح مشات كاتلين عند صاحبتها مورغان وعاودت لها اللي وقع وهي تقنع مورغان باش تعيط ليه وتشوفو ثاني. وفعلا صيفطت ليه ميساج خونا فرح وبان لي من هضرتها باللي ما عمرها دخلت في شي علاقه نهائيا. وقالت مورغان لكاتلين راه واحد الدري كيقرا معايا داير حفله كولي على تشارلي ونتلاقاو تما داكشي اللي كان. المهم مشاو عند بابا كاتلين جاك باش يعطيهم الموافقه ما بغاش ولكن قنعوه وخلاهم. لبسوا وتقادوا مشاو لديك الحفله. وما اللي وصلوا لقاو الحفله ناقصه وما فيهاش بنادم بزاف وهي تكا عليه مورغان ودارت فيه. مع تمو خارجين في حالهم لقاو خونا تشارلي يلا وقف في الطوموبيل ديالو صافي. قرروا باش يجلسوا شويه وهما مجمعين. قال لهم خونا عشير مورغان باللي واحد البنت حتى هي دايره حفله وبينه جامعه فيها كاع الناس عليها ما جوش للحفله ديالي يلا نمشيو عندها. وفعلا مشاو لقاو الحفله عند ديك ختنا مولعه. تلاقاو مع واحد ختنا كيعجبها تشارلي وملي شافته مع كاتلين في ديك الحفله ما حملتهاش وحست بالغيره وقالت لها سعداتك ديتي يا بنت عمي. الساعه ما تسوقتهاش ومشاو يرقصوا دوزوا وقيته زوينه مع بعضياتهم. وملي سالت الحفله خرجوا يتمشاو وهي دير واحد البلاصه كانت كتمشي ليها هي والام ديالها ملي كانت باقا في الحياه. وقالت ليه هنا فين كنت كنجلس انا وماما باش تعلمني كيفاش نعزف على الجيتار ولكن للاسف ماتت ملي كنت مازال صغيره حيت ضربتها طوموبيل. خونا قال لها سمحي لي ما كنتش عارف باللي الام ديالك ميته. وهي تقول ليه ولا عليك هانيه. وهو يقول لها باغا تشوفي واحد الحاجه زوينه يلا معايا نوريك. وداها للمرسى باش تشوف واحد الباطو واعر كيخدم فيه. وقال لها واش دير راسك ضروري في الصيف نديروا بيه شي دوره عالميه. هو يعجبها الحال وقالت ليه هادشي واعر شكرا. هو يقرب لعندها وباسوا بعضياتهم. اللهم اني صائم. وكانت هذيك اول بوسه في الحياه ديال الخفاشه ديالنا كاتلين. المهم وصلها للدار وقال لها ضروري ما نشوفك مره اخرى. قالت لي بالنهار ما مسالياش ولكن بالليل نشوفك. رجعت للدار وتلاقات الوالد ديالها وصارحته بالعلاقه ديالها مع تشارلي وقالت ليه باللي خارجه تشوفه. قال لها ماشي مشكل ولكن واش صارحتي بالمرض ديالك بعدا؟ قالت لي من بعد تيجي الوقت المناسب ونقولها لي. المهم ختنا كاتلين ولا ديما خارجه مع تشارلي بالليل وملي كيقول لها نشوفك بالنهار كتقول لي مشغوله ما مسالياش كتهرب عليه وصافي. وحيد طاحت فيه كتبت عليه اغنيه وسماتها تشارلي. واحد النهار هما جالسين قال لها المنحه ديال الجامعه حيدوها لي ولكن مازال كاين امل. الاستاذ ديال السباحه داير لينا مسابقه اللي ربحتها غيهوروا معايا ويقدروا يرجعوا لي المنحه. نهار الاخر مشى جاك يجيبها من دارهم وتلاقى باباها جاك تما وجلسوا وبقى كيحقق معاه وتاكد باللي تشارلي دري نقيقي وظريف عرف باللي بنته في الامان معاه. المهم خونا تشارلي خد كاتلين ومشاو للمحطه ديال التران قطعوا لي مريقات وكانت هذيك اول مره تركب كاتلين في التران. المهم مشاو لواحد الملهى ليلي زاهي نشاط وشطوحات عجبها الحال تما وطارت بالفرحه. وقال لها والله ما يخصكش تقصرينا بالجيتار شويه ما حد الدنيا هنا مولعه. شدات ختنا الجيتار ديالها وبدات كتضرب والناس تما بدات كتقوجج عليها وعجبها داك الشيء حيت الاداء ديالها كان يا سلام. وملي خرجوا من داك الملهى شدوا التران ورجعوا في حالهم وهبطوا لواحد البحيره كانت تما وقالت ليه خاصك تعلمني نعوم. وملي هبطوا تشاشيت على ما علمها وملي طلعوا من الماء تغطاو وبقاو مجمعين. وختنا ما قدتها فرحه ونسات الوقت وتا المرض ديالها نساتو. تا مسخوط قال لها غنبقاو هنا تطلع الشمس شي شويه ونمشي. هو يفكرها ختنا نسات الوقت وهي تضرب على الساعه لقاتها خاسره حيت دخلها الماء شعلت التليفون بان الوقت قرب والشمس قربت تطلع وهي تلبس حوايجها وعلقات لدارو. خونا ركب طوموبيلته وتبعها وهو ما فهمش اش واقع
المهم ركبت معاه ووصلها للدار. مع قرب الدخول مع الباب طلعت الشمس ضربت فيها شويه الضوء، دخلت وسدت عليها الباب. وفي ديك الساعه وصل باباها وصاحبتها مورغان حيت هما كانوا كيقلبوا عليها. وفي ديك الساعه مورغان عاودت لتشارلي على الحاله ديال كاتلين حيت كانت مخبيها عليه. وفهم الفيلم ونهار ثاني داو عند الطبيبه باش يديروا لها الفحوصات، وهي تقول لهم الطبيبه باللي كاتلين تعرضت لشويه ديال الشمس، وهذا شويه يقدر يخلي المرض يزيد ينتشر في الجسم ديالها كامل ويقتلها. وقالت لباباها باللي النتائج غتبان اللي غيخرجوا التحاليل والاشعه. وفي ديك الايام خونا تشارلي كيصيفط لها الميساجات ولكن ما كتجاوبوش. وقالت لمورغان صاحبتها بلا ما نبرزطوا معايا اصلا هو يسهل واحد احسن مني وانا دابا مشغوله مع مرض. وهي تشد الجيتار باش تعزف شويه وهي تصم اللي شافت يدها كترعد. من بعد يوم جات الدكتوره عندهم للدار وجابت لهم التحاليل وقالت لباباها جاك باللي المرض بدا ينتشر في الجسم ديالها في اي لحظه تقدر تموت. وهو يبدا يبكي وقال لها راه انا درت اي حاجه باش هذا الشيء ما يوقعش، ولكن للاسف اللي خفت منه وقع. وقال لها ملي كانت صغيره كنت كنحرم عليها ابسط الحوايج اللي تخليها تشوف الشمس بحال اللعب في الزنقه والخروج لشجرته. وهي تقاطع وقالت ليه باللي كاتلين كتبغيك بزاف السيجار وهي فخوره بهذا الشيء كامل اللي درتي معاه. وكاتلين سمعات كاع داكشي اللي دار بيناتهم وفهمت باللي ما بقى لها والو مسكينه وتودع الحياه. ومشات شعلت البيسي وصيبت الوالد ديالها حساب في واحد الموقع ديال التعارف باش يلقى شي حد اللي يقدر يشارك المغامرات ديالو في بلاصه حيت هي حسات بلي ساعتها سالات. هو يقول لها بابا جاك واخا اصايبي ولكن خاطرو كان مكسور حيت بنته الوحيده غتودعو كيف ما ماتت الام ديالها وخلاته. ومشى طلب الماكله وملي وصلت مشات كاتلين تحل الباب باش تاخذها لقات تشارلي هو اللي جايبها. وهي ترجع قالت لبابا هو يقول لها راه انا اللي قلت ليه باش يجي يشوفك. ورجعت عند تشارلي وقالت ليه حنا ما يصلحش لينا نبقاو مع بعضياتنا، شوف لك وحده غيري والدموع في عينيها. لكن تشارلي قال لها راني قريت على المرض اللي عندك وما غاديش نسمح فيك ونخليك يوقع اللي وقع. وهي تعنقو وتخلطات عندها بكيه مع فرحه. وجات المسابقه ديال السباحه اللي مشارك فيها تشارلي ومشات كاتلين هي وباباها جاك يتفرجوا فيه باش يشجعوه. وفعلا غير ربح فيها وملي سالا طلع يشكر جاك حيت جاب كاتلين تفرج فيه واخا كانت طنطونه ولكن جابها في الطوموبيل على حساب الشمس. وفي ذاك الليل تشارلي خد كاتلين ودار واحد الاستوديو باش تغني ديك الاغنيه اللي كتبتها عليه. وقال لها راني بعت الطوموبيل ديالي باش تسجلها. وغناتها وطلعت واعره وهي كتغني تشارلي كيصور فيها وبدا كيتخيل دوك اللحظات الزوينه اللي دوزوا مع بعضياتهم. وملي خرجوا من داك الاستوديو مشاو جلسوا في واحد البلاصه وعاودت لي كاتلين الفيلم كامل من اول نهار شافته فيه وهو بعلوك حتى كبر وكيفاش حتى تعلقت به وبقات كتبغيه دوك السنوات كامله بالتخبيه حتى كبروا وتخرجوا. تشارلي داك الشيء جا غريب بقى كيتعجب وقالت ليه اسمح لي كذبت عليك ما سميتيش كيتي سميتي كاتلين. قال لها معليش ماشي مشكل. ونهار الاخر تشارلي نشر الاغنيه في اليوتيوب اللي غناتها كاتلين في الاستوديو ومشى عندها للدار باش يشوفها ولكن لقات زاد عليها الحال وباش يخليها ترتاح قال لها نخليك دابا داك الباطو اللي وريتك مازال فيه شي لعيبات خاصهم يتصايبوا نصلحهم ونرجع لعندك حيت مولاه باغي. وهي تفكر نهار قال لها واش دي راسك في الصيف نخرجوا بيه نديروا بيه شي دوره وهي تقولها لباباها وهو يوافق حيت هذا كان اخر طلب عندها قبل ما تموت. وخلاها تمشي مع تشارلي واخا الشمس كانت مطنطنه وقاسحه وكانت هذيك اول مره تخرج كاتلين تشوف الشمس مباشره. وهي تمشي تعلق باباها وصاحبتها مورغان ومشات مع تشارلي في داك الباطو وهي فرحانه دوزوا مع بعضياتهم خيته زوينه. وهي تقول ليه هاد النهار تسنيتو حياتي كامله ايامات مورا ديك الخرجه غيتزاد عليها الحال وغتموت ختنا كاتلين للاسف. وتشارلي غيخيم عليه الحزن مسكين ولا مقابل غير البحر. وتا صاحبتها مورغان حزنات عليها بزاف. وغيجي النهار اللي غيكون مسافر فيه تشارلي من ديك المدينه غيتلاقى مع جاك وغيعطيه داك الكتاب ديال كاتلين اللي كانت كتكتب فيه الذكريات ديالها اللي نساتو في الكرسي نهار تلاقاها تشارلي كتغني في المحطه. وقال لي جاك هاك خليه معاك. ركب خونا تشارلي الطوموبيل ديالو وشد الطريق وهو غاديش على الراديو. هو يلقى الاغنيه اللي سجلتها كاتلين دايره بوم في الراديو والناس كتهضر عليها ولكن للاسف تماتت كاتلين عاد تشهرت. هو يصيفط ميساج لجاك باباها وقال لي شعل الراديو تسمع الاغنيه ديال بنتك شنو دايره. وملي سمع جاك فرح بزاف وكان فخور بها. وفي الطريق وقف خونا تشارلي جنب البحر باش يقرا شنو مكتوب في داك الكتاب. وملي فتحو لقى غير مذكره ديالها ولقاها كاتبه ليه رساله وقالت لي فيها باللي غتبقى معاه حياته كامله وباللي احسن الايام اللي دوزت في حياتها هي اللي كانت معاه واخا كانت مده قصيره. وقالت لي عندك تنساني خليك متفكرني ديما ولا توحشتيني وبغيتي تشوفني هز عينيك في النجوم. وهنا غيكون سال الفيلم ديالنا واخا كانت نهايه حزينه للاسف يا فريدات ما تنساوش تشجعوني راني بديت كنعيا شويه ودخلني الملل ما فيها والو ولا درت شي بارطاج في 3 المجموعات ما تكونش مكازه صاحبي دير شي قليب وشي تعليق زوين بحال وجهك. واليوتيوب راه باين دخل اليوتيوب كتب فيلم بالدارجه وغنطلع لك تابونا عندي. شكرا نشوفكم في فيديو جديد تهلاو.